يوليو سنة 1954 وصل لمطار طوكيو راجل كده فرنساوي، كان طويل عريض عنده الدقن وكمان بيتكلم لغات كتير بطلاقة. الراجل دخل المطار وخلاص مسافر، فبيدي الباسبور بتاعه للظابط عشان يختمهوله. الظابط أول ما مسك الباسبور اتصدم. البلد اللي تم إصدار الباسبور منها اسمها توريد، ودي بلد أصلا مش موجودة. الراجل حاول بكل الطرق ان هو يقنع الضابط، يا باشا دي البلد اللي انا جاي منها. مفيش يا باشا، دي البلد اللي انا اتولدت فيها ودي عمرها اكتر من 1000 سنة. يا باشا البلد بتاعتي موجودة ما بين فرنسا واسبانيا. برضه مفيش فايدة. قال له خلاص هات لي خريطة وانا اشاور لك على مكان البلد بتاعتي بالظبط. طبعا الموضوع كبر وبقى فيه ضباط كتير حواليه، وفعلا جابوا له الخريطة. ورينا يا ابني بقى بلدك دي فين. وفعلا الضباط اول ما جابوا للراجل الخريطة راح مشاور على مكان، بس استغرب قوي. قال لهم ايه ده، هو انتوا ليه مسميين بلدي اندورا؟ طبعا البوليس حس ان الراجل ده في حاجه غلط، فقبضوا عليه ونقلوه فندق قريب من المطار عشان يكملوا استجوابه. وقدام الغرفه اللي هو كان قاعد فيها كان في حراسه مشدده عشان ما يهربش. وتاني يوم الضباط لما راحوا الاوضه عشان يستجوبوا الراجل ده اتصدموا. الراجل اختفى، كل متعلقاته واوراقه اختفت، ومفيش اي اثر في الاوضه على الهروب، وعلى الباب في ضباط بتحرس. الراجل ده راح فين؟ وكان التفسير للي حصل ان الراجل ده يا اما من المستقبل، وان اندورا هتبقى اسمها توريد في المستقبل، يا اما من عالم موازي اندورا في هناك اسمها توريد.